السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده هعمل معاكم صينية بطاطس. ادي البطاطس مخرطاها وغسلاها واحطها في المية، وادي الزيت جنبنا، الحاجات اللي احنا هنستخدم بيها الايه صينية البطاطس اهي يا حبايب قلبي اهي زي ما حضراتكم شايفين اهو يا حبايب قلبي. يا رب تكونوا بس بخير من داخل مصر وخارج مصر. هنعمل كده ايه، هنحط البطاطس غسلينها وهحطها في الصينيه بالطريقه دي كده. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي غسلين البطاطس هنحطها في الصينيه اهي، صينيه بطاطس اهي غسلينها ونرصها في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين اهي يا حبايب قلبي اهي. بطاطس غسلينها حلو ورصيناها في الصينيه كده اهي يا حبايبي اهي. البطاطس غسلينها غسله حلوه اهي ومخرطينها. دي صينيه البطاطس غسلينها ومخرطينها زي ما حضراتكم شايفين اهي. اللهم صل على كده يا حبايب قلبي. انا كده خرطت البطاطس بالطريقه دي كده، هركنها ورا بقى كده لغايه ما اقطع ايه، اقطع الطماطم واعمل الحاجات بتاعتها. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما حضراتكم شايفين يا حبايبي نعمل الطماطم كده نغسلها ونعملها كده، نعمل الحاجات اللي فيها بالطريقه دي كده. ايوه كده يا حبايبي نخرط كده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. نخرط الطماطم بالطريقه دي كده في الحله عشان قبل ما نحطها طبعا على الصينيه نخرطها الاول بالطريقه دي كده اهي يا حبايب قلبي اهي. نخرطها الاول كده في الحله وبعد كده نحط لها التوابل بتاعتها وبعد كده ايه نحطها في الصينيه. اللهم صل على سيدنا محمد اهي يا حبايب قلبي اهي. نخرطها خرط ايه يعني مش صغيره قوي، في الوسط كده. احنا ايه عايزين نخرطها في الوسط كده. انا بحب الطماطم في صينيه البطاطس ما اضربهاش في الخلاط، انا بحب اخرطها كده، بتبقى القيمه الغذائيه فيها اكتر في صينيه البطاطس. يعني الطماطم لما تخرطيها انتوا عارفين الخلاط بيفقد القيمه الغذائيه بتاعه الطماطم، فاحنا ايه بنمسكها نخرطها احسن في صينيه البطاطس كده بالطريقه دي. خرط صغيره نخرطها بالطريقه دي كده، خرط صغيره احسن. القيمه الغذائيه طبعا بتبقى في الطماطمايه وهي طبعا ايه وهي فريش كده بتخرطيها وتحطيها على حاجه بتبقى فريش عشان القيمه الغذائيه طبعا. احنا بنعمل كده الطماطم بنخرطها خرط صغيره بالطريقه دي كده يا حبايب قلبي اهي كده. بنخرط الطماطم اهي يا حبايبي، الحله اهي اللي انا بخرط فيها اهي اهي يا حبايبي. الطماطم هنخرطها كلها وبعد كده ايه هنشوف بعد كده هنعمل ايه بالظبط اهي. هنخرطها وبعد كده نحط التوابل بقى بتاعتها والحاجه بتاعتها عليها ونيجي حاطينها على البطاطس على وش الصينيه بقى كده اهي بالطريقه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي كده يا حبايب قلبي بالطريقه دي اهي اهي. عاملين كده ما شاء الله اهي. اللهم صل على النبي حبايب قلبي اهو اهو يا حبايبي كده. خرطنا الايه، خرطنا الطماطم دقيقه واحده يا حبايب قلبي. انا جايب حضراتكم اهو اللهم صل على سيدنا محمد كده. البصل يا جماعه لما كنت بجيب البصله عايزه بس انتم جبت البصله. دي البصله هنخرطها بقى ونغسلها غسله حلوه كده
البصلة اهي يا حبايبي اهي، بس عايزين نغسل البصلة حلو بقى